جميعها تحققت. كلام مرعب، لهذا سيتبع الكثيرون الدجال. ظاهرة من ظواهر آخر الزمان وقعت والناس في غفلة. تحدث عنها الشيخ اليمني أبو بكر العدني قبل وفاته. كلام خطير. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد. هذا الحديث وصف ما نعيشه اليوم وسنفصله لكم، لكن لنستمع أولا لما قاله الشيخ اليمني رحمه الله. عروة عروة، عددوا العرى وافتحوا أذهانكم، لأن ما في الدنيا حل مما تسمعون. الحل الأصلي في كلام الله وكلام نبيه. صلوا على الحبيب. وكلكم أنتم الشباب إذا ما ترجعون إلى كلام الله وسنة نبيه فأنتم للأسف قد تصيروا مثل غيركم من هذا الغثاء. العودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. بعد كل أهل زمان يفسرون كتاب الله وسنة نبيه في قضايا الدعوة، في قضايا السلوك، في قضايا الخلق، في قضايا التحولات بما يناسب زمانهم. أما في الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه ثوابت من يوم ما عرفنا المذهب الشافعي والمذهب الشافعي، المذهب الحنفي والمذهب الحنفي، كل المذاهب في الطاعة والعبادة على ما هم عليه. لكن هؤلاء تتغير الأزمنة، تتغير الأمكنة، تتغير الأساليب. يشير النبي أن بينقض هذا الإسلام في ثوابته وفي فروعه. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس. طيب وين العلماء؟ ليه قال الناس؟ كالناس من يقصد الناس؟ قال تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وفي رواية ورب مصل لا أمانة له. الصلاة موجود يصلون الناس، لكنك تخشى على نفسك وتخشى على مالك وتخشى حتى على حذائك عند المسجد. لانتقاص العرى، وهي عرى الأدب التي تؤخذ عن الرجال والتي يتبادل فيها الأئمة ويتبادل فيها العقلاء كيف يربون الجيل الثاني. كما سمعتم أب يتلقى عن أبيه، لما جاءت مراحل فصلوا بين الأبوة وبين البنوة دخل الشيطان، جعلوا الولد ما يتلقى عن أبيه، بل وجعلوا الأب لا يقدم تربية ولا يقدم تزكية، ويجعل الولد منفصم عنه.